نمارس نرجع للحياه دي تاني في العالم. انت اخدت تعويضات من الدوله ولا لسه؟ انا لسه ما خدتش، بس في ناس خدت. انا بيع معايا فرشتي وفرشه اخويا. ما حدش سأل فيا لان انا كنت ملهي في حاله الوفاه بتاعت اخويا والاثنين العمال اللي معايا. يعني انت كان عندك حالات وفيات؟ عندي ثلاثه، اخويا والاثنين العمال اللي شغالين معايا. لسه هم بيقولوا هيصرفونا بس لسه ما صرفوناش، يعني هم كانوا قايلين يوم 26. طب هم صرفوا لمين اصلا دلوقتي؟ صرفوا البيال اللي في الشارع. لا احنا لسه ومعايا المخزن بتاعي في عماره 13 يوسف نجيب برضه ولا اي حاجه، والعماره ما فيهاش اي حاجه، بس بدون مش عايزين يدونا القرار ان احنا نبدا التنكيس، مش عايزين ان هم ينكسوها، احنا نعملها احنا بايدينا. انا بطالب بربع الخساره اللي حلت عليا. هم هنا احنا كتبنا 600 فرد واخدين 85 بس، عوضوا 85 وعوضوهم ب 10% من الخسائر. 10% من الخسائر. ان احنا هنا مخازن ومحلات وفروشات، اللي بيطلع على التلفزيون حاجه انما اللي في الحقيقه بيبقى حاجه تانية. وناس معينه هي اللي خدت. تمام. ناس لا مؤاخذه اللي حصر ما حصرش بما يرضي الله. تمام. لا مؤاخذه في الكلمه، انا واحد من ضمن الناس مضروب في 56,000 جنيه وهم لا مؤاخذه مش بتوعي، جزء بتاعي وجزء مستلفه من الناس، المفروض ان انا سددته يوم وقفه رمضان. واللي بضاعته ما اتحرقتش اتسرقت. وهنا في ناس حصرت، الحصر ما جاش على الناس اللي اتضرت اكتر. تمام. يعني في ناس شالت بضاعتها وخدت فلوس. في ناس اتظلمت كتيره واحنا من ضمن الناس اللي اتظلمنا وما خدناش حقنا، وحق عيالنا وحق اولادنا، واتضرينا بكتير قوي يعني. رساله تحب توجهوها لمين؟ توجهها لله سبحانه وتعالى ان يعوض علينا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعوض علينا بس. احنا اتظلمنا كتير، انا مضرور في كتير، في بضاعه كتيره في المخزن وفرش، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي ظلمنا منا واللي منا ما كتبناش.